كده مش هيكون موجود اصلا هيكسب كده هيكسبوا الزمالك وهيكسب كويس لو هو عنده حالة وفاة فاهدى شوية. الله. ماشي اهدى شوية. فيعني شايف ان ممكن الزمالك يلعب بلاعبين ممكن ما بيلعبش بيهم في الدوري. انت وجهة نظر رضا عبد العال لو انت اللي بتدرب الفرقة دلوقتي هتلاعب اللعيبة اللي هي ما بتلعبش؟ هو مين اللي مش موجود؟ لا يعني مثلا انا بكلمك على سامسون مثلا لسه جاي فبالتالي مش هيلعب. سيف الجزيري مش طب ليه ما موجود. يلعبش ليه؟ هو مش لعيب محترف. لا هو والجزيري مش موجود. هو ماشي ما بص ما احنا قلنا الكلام ده عنده مشكله. سيف الجزيري موجود ماشي لا احنا بنتكلم على سامسون ده مش موجود. سيف الجزيري اللي هو الفرود الاصلي فالعب بالراجل ده واخصم منه اللي انا عايزه. يعني اخصم منه ماديا يعني انما اعاقبه ماليا بالظبط كده. وعايزين نشوفه وجماهير الزمالك عايزه تشوفه وعايزين هل ان الراجل ده لعيب كويس ولا مش لعيب كويس، هيجي منه ولا مش هيجي منه. لازم تحكم عليه في الماتشات دي ولازم ياخد دلوقتي قبل ما يجي الجزيري. انما لما هيجي الجزيري هتقعده يبقى انت استفدت منه ايه؟ يا عم احكم اديله فلوس الاول بعد كده احكم عليها. ما تقلقش يا عم رضا، لا اله الا الله، ده الحاله تعبانه محتاجه برتقانه. في مسؤول مهم في اتحاد الكره ثبت تورطه في قضيه اخلاقيه مشينه من اقل من ساعات. في محامي اسمه احمد محران بكره الصبح يعمل بلاغ النائب العام بالواقعه بالفيديو بالصور في حاجه لا تشرف اتحاد الكره ولا تشرف الرياضه اساسا. تواصلت مع مسؤول مهم جدا في اتحاد الكره غير اخلاقيه، يعني فعل فاضح. فعل فاضح من الدرجه الاولى. داخل الاتحاد ولا لا بره الاتحاد؟ بس المسؤول ده بتاع يعني الموضوع هيبقى يعني متداول او بقى متداول في اخر ساعتين دول. علن يعني تعرف هو محامي وصاحب الواقعه دي قضيه اخلاقيه. عمل فيديو من شويه كمان واتكلم فيه وانه بكره الساعه 10 عمل مذكره للنيابه وهيقدم بلاغ النائب العام بالواقعه. فانا تواصلت مع حد مهم في اتحاد الكره بساله عن موقف اتحاد الكره. قال لي طبعا سيتم اقالته فورا. دي ثبت الادانه ولا هي يعني موضوع متصور فيديو يعني طبعا متصور؟ طبعا سيتم اقالته طبعا لان هو راجل مسؤول مهم في اتحاد الكره ويدير حاجات مهمه جدا، وبالتالي اتحاد الكره سيتخذ هذا الاجراء لانه هو قال باللفظ كده اتحاد الكره مش ناقص هرسوح فضايع النهارده جنسيه. ده مش ناقص غير ان هم يسرقوا صندوق الزكاه من قدام اي باب جامع. تخبئ الجوابات وفضائع جنسيه وكاميرا توقف بروتوكول حاجه ياعه قوي يعني.